عدست جريدة المساء العربي من داخل مقر الأسرة المصرية بمنطقة غرب الإسكندرية لحل المنازعات الودية والقضائية، وتمشيا مع سياسة الدولة لرفع المعاناة عن شعب مصر. الحزب عمل طفرة إن هو أقام أو النهاردة بيفتتح مقر قضائي لحل المنازعات الأسرية. ده جزء من ضمن الأجزاء اللي بيقوم بها الحزب. هنترك المجال للأستاذ عمر عوض أمين حزب الجيل الإسكندرية. أستاذ عمر، أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ محمد، وألف مبروك. الله يبارك فيك على الافتتاح المقر الجديد النهارده في غرب اسكندريه. تقول لنا ايه النهارده عن المقر الجديد ده؟ طبعا كحزب سياسي احنا لينا دور كبير في الشارع السكندري. طبعا من اهم ادوار الاحزاب انها تبقى موجوده في كل انحاء الدوله. يعني لو اتكلمنا كامانه حزب الجيل في اسكندريه ان هو لازم يبقى ليه اماكن كتيره في الدوائر والاماكن المختلفه في المحافظه. طبعا النهارده بنفتتح مكان مهم جدا وليه رقعة كبيرة في منطقة غرب اسكندرية، يعني ماسك من الدخيلة لل 21 وطبعا بجوار دايرة العمرية. طبعا ده مربع كبير جدا ومربع فيه كثافة سكانية كبيرة جدا. احنا النهارده بنفتتح مكتب مختلف او فرع مختلف عن الفروع اللي احنا دايما بنسمع عنها في الاحزاب، او بنسمع افتتاحات امانات، بنسمع افتتاحات مقرات، لكن الاهميه بتيجي النهارده ان احنا متخصصين في بعض المشاكل الاسريه لحل المنازعات الاسريه، اذا كانت بالطريقه الوديه او الطريقه القضائيه، بجانب طبعا المشاكل والمعوقات اللي بتواجه المواطن السكندري اثناء ممارسه حياته اليوميه، بجانب الجزء الاكبر زي ما احنا بنقول الجزء القانوني المختص في شؤون الاسره. احنا عارفين الاسره المصريه او الاسر هي اساس اي دوله، اذا كان هي تعد جيل قادر ان هو يبقى يتعامل مع المتغيرات الموجوده على الساحه الحاليه او على التعامل في المجتمع المصري. اذا كان في مجتمع صالح فبينتج عنه او بيبقى ناتج عن اسره صالحه. فالمكتب او المقر اللي احنا بنفتحه النهارده خاص ببعض الشؤون الاسريه، منها المشاكل او النزاعات او المشاكل اللي بتواجه الاسره المصريه وبيبقى ليها عوائد سيئه على الجيل اللي بيبقى موجود بعد كده. عرفنا ان حزب الجيل بدأ يعمل طفرة متمشيا مع سياسة الدولة لحل مشاكل الناس ومساعدة الناس. اعتقد ان حزب الجيل بالتالي اول حاجة يعملها على مستوى الاحزاب انشاء مقر زي ده كده اهوت. اكيد ده زي ما بقول لحضرتك كده، ده فكرة جديدة الناس مش واخدة، او الاحزاب او يعني في يعني مجموعات كتير جدا ما بتشتغلش في المجال ده، يعني او حتى مكاتب محامين. يعني تخصص او التخصص اللي احنا بنتكلم عليه، طبعا الاستاذه رانيا بغدادي هي مشرفه او هي المنوطه بهذه القصه الاسريه والمنازعات اذا كانت وديه او قضائيه، ليها يعني دراسه كبيره قوي في الملف ده. القائم على الجزء القانوني او الشق القانوني النهارده عرفنا بقى على الاستاذه رانيا اللي هي المشرفه صاحبه المقر اللي هتقوم بيه. طبعا الاستاذه رانيا كانت ليها الفكر المتغير في يعني مش مشاكل بس شارع ومشاكل اناره اضاءه، لا هي دخلت في موضوع مهم جدا، موضوع تكوين الاسره داخليا، استقرار الاسره، وده شيء مهم جدا. ويعني ما كانش في حد اشتغل في الملف ده فترات كبيره جدا. استاذه رانيا، بنرحب بحضرتك وبنقول لك الف مبروك. الله يبارك بحضرتك على اشرافك على المقر الجديد دهوت، وممكن تعرفينا دورك ايه والمقر هيكون قائم على ايه؟ انا رانيا بغدادي، محاميه استئناف، بعرف نفسي ان انا محاميه استئناف ومرشد علاقات اسريه. عايزه اقول لحضرتك الفكره جات لنا من كميه النزاعات والخلافات والتفكك الاسري القائم في المجتمع اللي بقى بشكل ملحوظ جدا. حضرتك مكتب المحامي انت بتلجأ له كوسيله اخيره
عشان خاطر خلاص كده ان انت تفك كيان الاسره اللي هي تتفكك كل واحد يروح بقى في اتجاه، الاب في اتجاه، الام في اتجاه، الاولاد في اتجاه. في اللي على الساحه حاليا كاعلام او راكبي الترند زي ما انا بسميهم، هما في فريق بيشد الراجل في ناحيته وبيبتدي تحريض، في فريق بيشد الست ناحيتها ويبقى في تحريض. محدش مهتم بالقضيه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده. في عندنا يعني الاطفال هم اللي بيدفعوا ثمن الخلاف والنزاع بين الاب والام. فاحنا اول مكتب قائم على حمايه كيان الاسره المصريه من التفكك. عندنا احنا مستعينين بمعالج اكلينيكي، مستعينين بمرشد اسري. يعني احنا عايزين نكيف القضيه على كافه المستويات مش قضائيه بس، لان حتى في مكتب المحامي بقول لك اخر مكان ممكن تلجا له، يعني اخر مكان ممكن تلاقي فيه حد بيقول لك لا استوب احنا ممكن نحل. المحامي اهم حاجه عنده ان هو هينزل يرفع قضيه عشان يشوف الاستفاده اللي هياخدها من ورا حضرتك ايه. لكن احنا رافعين شعار ان الحفاظ على الاسره المصريه اول اولوياتنا هنا في المكتب. احنا اول مكتب يكون بيحافظ على الكيان الاسري، مهتم بالكيان الاسري راجل ولا ست. عايزين نطلع اجيال سويه متوازنه. عايزين نرحمهم من شبح الانفصال، عايزين نرحمهم من صدمات الطفوله اللي بيتعرضوا لها نتيجه انفصال الاب والام، عايزين نرحمهم من المشاكل النفسيه الكتير اللي بيتعرضوا لها، عايزين نرحم الاب والام من اعباء الجري في المحاكم. حضرتك الاب والام دلوقتي بينفصلوا بيبقى كل همهم ان هم بيجروا في المحاكم عشان مين يكسب مكتسبات اكتر، مع ان قضيه الطلاق دي هي القضيه اللي كل اطرافها خاسرين. عايزين نحد من الطلاق وعايزين يعني اسرنا تنعم باستقرار وسلام. اكتر من كده عايزين نفعل حاجات كتير جدا للشباب، نعلمهم ازاي يتواصلوا صح، نعلمهم اختيار شريك الحياه صح، نعلمهم فن الطلاق المتحضر، ان احنا حتى لو ما ينفعش ان احنا نستمر في حياه زوجيه ما ينفعش نقطع بعض في المحاكم، في حاجه اسمها طلاق متحضر عشان خاطر نقدر نربي الجيل اللي نتج عننا احنا الاثنين بطريقه سليمه. من خلال وجود حضرتك في حزب الجيل وحضرتك بتترأسي الشق القانوني في حزب الجيل، الفكرة دي طرقت امتى وبدأتوا تنفذوها امتى؟ الفكرة جات لي من ارتفاع خاصة ان انت المفروض ان انت محامية بتشتغلي في الأسرة، يعني في مكسب مادي وعائد مادي بس على اوكي. بس هقول لحضرتك على حاجة، ممكن حد ما يقتنعش بالكلام اللي انا هقوله، ان العائد المادي هو اللي بيحرك اي حد، انا متفقة تماما. لكن لما نكون في ارتفاع نسبة الطلاق وصلت ل 50% واكتر، اساءات طول الوقت من الطرفين، ناس طول الوقت حضرتك في صياح مش عارفين يعيشوا مع بعض، حتى البيوت القائمه بالفعل حضرتك جواها صقيع. يعني انت فاهم الجواز ده مثلا بيتحول بيتفكك من كل معانيه، بيبقى جوه زي شبح كده حضرتك، يعني فاهمني. الفكره جات لنا ان احنا عايزين نسعى لاصلاح البيوت القائمه بالفعل، نسعى لاصلاح البيوت اللي لسه هتقوم باعداد دورات المقبلين على الزواج، البيوت اللي خلاص هتتهد يبقى في اسس للطلاق المتحضر. طب ايه القائم اللي انت هتبداي تعمليه؟ من ناحيه ايه؟ يعني لو جات لك مثلا اي حاله من ضمن الحالات اللي هي بتبقى احنا ماشيين بسيستم. يعني احنا هنا عندنا فريق مكتب الاسره، عندنا في مستشار اسره زي ما قلت لحضرتك، في المحامي، في عندنا كمان معالج اكلينيكي. اللي حضرتك قلت طب المعالج الاكلينيكي ايه علاقته بالاسره؟ لان احنا لما درسنا الموضوع لقينا ان معظم المشاكل الاسريه متجذره سببها نفسي. بيبقى في مشاكل خاصه بالزوج، مثلا عنده اكتئاب، عنده قلق، عنده وسواس قهري، عنده اضطراب شخصيه. حضرتك ممكن تبقى الزوجه بتعاني او الزوج بيعاني ومش عارفين ايه سبب المشكله اساسا، محملين المشكله على العلاقه، والمشكله مالهاش دعوه بالعلاقه، المشكله ليها علاقه بالزوج او الزوجه. يعني افهم من خلال المقر بتاع حضرتك او اللي انت بترأسيه ان الحاله الاجتماعيه اللي هي اساسا داخله على انفصال او مشاكل اسريه بتقعدوا تحلوا معاها الاول. احنا حضرتك بتيجي لنا الحاله بنعمل لها حاجه اسمها دراسه حاله، بنشوف هي واصله لاي حد من الصراع اللي بينهم. الصراع ده ممكن يتحل بان احنا نعلمهم مثلا التواصل الفعال، نعلمهم اداره الصراع، نعلمهم بعض المهارات اللي ممكن تساعدهم ان هم يتعايشوا مع بعض بطريقه سليمه. بنشتغل على الشق ده. فوجئنا ان في ديس اوردر مثلا، ان في مشكله نفسيه، ان في مثلا مشكله مزاجيه هي اللي مؤديه للمشكله الزواجيه،
بتتحول للقسم النفسي، بنتكلم معاه المعالج الكلينيكي بيشوف ايه المشكله حلها ايه. القصه منتهيه تماما وخلاص. الطلاق هو رصاصه الرحمه اللي هنطلقها عشان خاطر نرحم الاثنين من المعاناه. بنعمل ايه حضرتك؟ بنتحول للقسم القضائي. بنبتدي القسم القضائي بياخد كافه اجراءاته. احنا كمان عايزين يعني نطمن الناس ان احنا مش عشان خاطر مثلا مكتب بنحل بطرق وديه، لا احنا طبعا بناخد احكام وبننفذها بطريقه سليمه جدا، وعارفين ودارسين الكلام ده كويس جدا، لان هي اساسا مهنتنا اللي استوحنا من خلالها، من خلال العمل فيها لسنوات طويله، ان احنا نبقى مكان كمان ان احنا نحل بطريقه وديه. طب هل من خلال تواجد الحاله عند حضرتك في المكتب وبدل اللجوء للمحاكم الأسرة، هل ممكن تنتهي فض المنازع عند حضرتك بموجب عقد عرفي ويتمضى بين الاثنين؟ طبعا طبعا يا فندم، طبعا. يعني ده وارد. سواء وصلوا لحاله انفصال، ممكن يبقى بموجب عقد اتفاق بينهم ملزم للطرفين، وفي حاله عدم يعني حاله ان الطرف مش ملزم بيلجأ للقضاء عادي جدا. وممكن ان احنا نقعد بيبقى في لو حضرتك برضو تقصد ان هم لو خلاص في حاله قيام الزواج ولا انتهائه. في حالة ايه؟ قيام الزواج ولا انتهائه؟ لا، في حالة انتهاء الزواج بيبقى فيه يا فندم عقد اتفاق بدل اللجوء لمحاكم الأسرة. القضاء. وفي حالة ان اخل طرف من الطرفين دي، بنبتدي ان احنا بنرفع دعوة بنلزمه باللي هو اقره على نفسه. حضرتك قلتي لي في خلال اللقاء وقبل التسجيل ان معاكي بعض الاخوات معايا فريق مكتب الاسرة الاساتذة. يا ريت تعرفين عليهم. استاذة رانيا، هتعرفينا على بقية الاخوات المشاركين معاكم في المقر اللجنة القانونية. تمام. معانا استاذة اسماء جمال محامية بالاستئناف. معانا استاذة دعاء عامر اخصائي كلينيكي. دور كل واحدة. استاذة اسماء محامية بالاستئناف، متخصصة في قضايا الأحوال الأسرية، الأحوال الشخصية. طبعا مفيش كلام بقى، كلام أستاذة رانيا شرحت الموضوع ككل وشرحت الفكرة ككل، وأنا دوري مختص بالناحية القضائية، إن أنا على استعداد إن إحنا نجيب حق الزوجة في حل طلاق وحق الأطفال. مش الزوجة بس، أنا ما بشتغلش على الزوجة بس. أيوة الزوجة، أنا بشتغل على الاثنين، الأسرة. حق الزوجة. بقول الأسرة. أنا بتكلم في حالة الطلاق. بقول الأسرة. حالة الطلاق هو الحقوق بتبقى أغلبها للزوجة والأطفال، وحق الأب بيكون في رؤية أطفاله. هنا المقر مبني على جزئية واحدة، ألا وهي حل المنازعات، وإن إحنا ممكن نوفق بين الطرفين. صح؟ صح يا فندم. ده اللي أنتوا هتبدأوا فيه. أنا دوري قضائي. أنا دوري قضائي. في حال إن إحنا وصلنا بالموضوع للمحكمة، فأنا بشرح دوري إن هو دوري قضائي. أنا اللي بتوصل القضية عندي وبجيب الحق لأصحاب الحق. يعني انت هتبداي في حل المنازعه، لو انتهت مفيش حل. الخطوه الاخيره ان احنا ما وصلناش خلاص لحل، وصلنا للقضاء، فانا اللي بتولى الموضوع بقى كملف قضائي، بشوف صاحب الحق فين وبجيب له حق. يعني هتمشي مع الطرفين، يا ده يا ده. ايا كان المتضرر يا فندم، احنا بنجيب حق المتضرر. يعني اي حد مفكر ان هو هيجي لنا عشان خاطر يسلب التاني حقه، فمش مكتبنا ولا توجهنا خالص. جميل، شيء جميل. استاذه دعاء عامر اخصائي كلينيكي. دوري بيكون قبل دور استاذه اسماء على طول. بشوف اي طرفين بقعد معاهم، بشوف لو في مشكله اضطراب نفسي او اضطراب شخصيه، هم عندهم استعداد للاستجابه للعلاج. بيكون في خلال جلسات عاديه جدا من غير اي علاج. بنشوف في الحاله ايه بالظبط. ممكن يكون سبب النزاع او سبب المشكله قلق او اكتئاب، بيأثر بصوره كبيره جدا على الزوج او الزوجه، بيأثر في حاجات كتير جدا بتداعيات طويلة. فبحاول اشوف المشكلة فين بالظبط وبنحاول نحلها. بتبقى خلال 3 شهور بالكتير جدا، يعني خصوصا حسب المرض. يعني ان في امراض اضطرابات كبيرة جدا بتأثر على التصرفات، خصوصا الزوج ممكن مثلا لو مصاب بقلق بيكون عنيف في التصرفات او بيكون عنيف في ردود الافعال وكده، لان ده بيكون بسبب القلق. او منسحب جدا من الحياة، مش واخد باله من مسؤولياته او مش واخد باله من اسرته، وده بيكون مسبب له اكتئاب. وبرده بالصوره مع الزوجه برده، لان في حالات كتير بتوصل للانتحار او ان هي بتسيب تهمل اطفالها، بيكون السبب الاساسي الاكتئاب.
وطبعا غير الامراض النفسيه التانية، الاضطرابات النفسيه التانية زي الوسواس القهري والهستيريا والاكتئاب، والحاجات دي كلها بتاثر بصوره كبيره جدا على الاسره. زي ما استاذه رانيا قالت ان يكون السبب ما فيش مشكله في العلاقه، المشكله في الشخص نفسه، فبنحاول نقعد مع الشخص ده لما نوصل معاه الحل، فالدنيا خلاص بتحل المشكله ومبقاش فيه اي مشكله خالص، ولا بنوصل للطلاق ولا بنوصل للمحاكم خالص. اعتقد يا استاذه رانيا ان احنا قلنا اللي انتم بتعملوه ده هو تمشيها مع سياسه الدوله اكيد السيد الرئيس لمساعده الناس. السيد الرئيس اتكلم في ان احنا حد يهتم بالاسره المصريه. قال لك حضرتك الاسره دي نواه المجتمع. انا لو عايز اطلع دلوقتي جيل صالح هيطلع من اسره سويه متزنه مش مضطربه عشان يخدم نفسه ويخدم المجتمع. لكن حضرتك يعني ابناء انفصال، حضرتك لو عايزين نحميهم من خطر الانفصال النفسي عليهم، عشان خاطر برضو تماشيا مع سياسه الدوله ان احنا نطلع اجيال سويه متوازنه. ده هدفنا الاساسي. يعني احنا كده هنشتغل من خلال المجتمع المدني. تمام. يعني هنشتغل من خلال المجتمع المدني، واعتقد ان كل ده هيبقى بدون اجر. لا يا فندم اكيد مش في حاجات انسانيه بنقبلها وعلى اتم استعداد ان احنا نتكفل بيها تماما بدون اي اجر. عشان اصرح مع حضرتك كنت بكلمك قدام الكاميرا واجي من وراك اقول لك كلام تاني. طبعا الحالات الانسانيه معافاه تماما من الرسوم، الا الرسوم القضائيه اللي هي رسوم رفع الدعوات. تمام. لكن معافاه تماما من اي رسوم ثانيه. انما اي حالات هتيجي هنا بتبقى بدون اجر كامل ولغايه ما تروحون بيتهم. بالظبط. بنشكركم جزيلا وربنا يوفقكم. ميرسي. ونتمنى نحضر اول لقاء لفض منازعات اسريه ان شاء الله. وربنا يوفقكم. ميرسي. شكرا بكم. شكرا.